السلام عليكم يا أجمل ناس في الدنيا. النهاردة جاية أقدم لكم الملوخية البيتي على طريقتي الخاصة اللي محدش جربها قبل كده. طريقة بسيطة وطعم يجنن، وريحتها أول ما تطلع تعرفوا إننا بنتكلم عن أكل مصري أصيل. جربوا الطريقة للنهاية وشوفوا السر اللي بيخلي الملوخية خضرة وناعمة ومليانة طعم. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفات المميزة بإذن الله. يلا بينا نبدأ ونسمي بالله. طبعا عندنا هنا الملوخية بتاعتنا والمكونات بتاعتها: سمنة وشوربة وكزبرة ناشفة وتوم، والبهارات عبارة عن ملح وفلفل، ومعانا رشة ملح عشان الطعم يحلو وتبقى الملوخية معانا جامدة كده، وتحس ان الملوخية كده معسلة. دلوقتي انا جبت الحلة اللي هعمل فيها الملوخية وحطيتها على النار، وما حطيتش فيها اي حاجة خالص. يعني الحلة زي ما هي ما فيهاش اي حاجة خالص، ولا دهون ولا اي حاجة خالص. اول حاجة هننزل بيها الملوخية. ليه هننزل بالملوخية؟ عشان نطلع كل السوائل اللي فيها. انتوا عارفين طبعا ان الملوخية الخضراء لما بتكون متخزنة في الفريزر فبتكون يعني ايه شرب، يعني فيها مية كده، فلازم نطلع المية منها علشان تبقى كويسة. وبعد ما نطلع المية وتتبخر خالص ننزله بقى بمعلقة سمنة او زبدة زي ما انتوا شايفين كده. ومجرد ما السمنة تدوب معانا وتسيح كده مع الملوخية نبدأ ننزل بالشوربة. وطبعا راعي الشوربة وانت بتحطيها، سواء شوربة لحمة او شوربة فراخ، عشان الملوخية ما تبقاش خفيفة منك، عايزينها يبقى قوامها مظبوط كده وتمام وايه مظبوط يعني. وناخدوها بقى تقليبة كده لغاية ايه ما تفك وتبقى الملوخية ناعمة معانا خالص. هنروح بقى نعمله ايه؟ هنروح بقى نجيبوا البهارات بتاعتنا اللي احنا هنحطوها. اول حاجة هنحطوها معانا اللي هي رشة السكر اللي هتخلي الملوخية في حتة تانية خالص. وبعد كده شوية من الفلفل الاسمر. وما ننساش طبعا الملح معانا، بس يعني ايه يا ريت تقدري ان في ملح محطوط في الشوربة اللي انت حطيتيها. وربما ما يكونش عندك شوربة، ممكن تعمليها بمية، هتبقى خطيرة جدا بمية والله برضو، بس ماشية على طريقتي. بس ظبطي بقى ملحها وخليها ايه تمام كده. ودلوقتي بقى الملوخية بتاعتنا ايه تبدأ بقى تاخد غلوة كده، واوريكم تقلها اهو. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا التقل بتاع الملوخية مظبوط ازاي. ولازم الملوخية يعني ايه تاخد غلوة يعني. واللي يقولك الملوخية ما بتغليش، لا، لازم اغلي الملوخية وما يهمكيش، بالعكس بتبقى جميلة جدا. وكده الملوخية بتاعتنا يبقى فاضل لها ايه، فاضل لها الطشة. نحط الملوخية على جنب ونجيبوا بقى الطاسة بتاعتنا فيها معلقة زبدة او سمنة اهوت. وبعد كده نجيبوا التوم بتاعنا المهروس اللي احنا عاملينه كده، نحط بقى شوية من التوم كده. ونبدأوا بقى ايه نشوحه في التوم لحد ما يعني ايه يصفر معانا كده. وتحسي ان ريحة التوم كده بدأت تطلع معاكي وبدأ ياخد لون، يبقى كده استوى معانا التوم، يبقى هو يعني يبقى كده تمام اهوت. وهو التوم ما اتحرقش، ده هي بس الطاسة بس اللي خدت اللون دوت. وبعد كده هنحط بقى شوية من الكزبرة الناشفة اهو. صدقيني ده لون التوم حتى تحسي ان هو لسه يعني ايه مصفر كده، يعني هو لونه جميل مش محروق على فكرة، يعني خدوا بالكم هو يعني ايه ده اللون الطبيعي للطشة بتاعت الملوخية اهوت. حتى انا مستمرة معاكم في التقليب شوية اهوت على النار. وبكده الطشة بتاعتنا تبقى جهزت بقى، نروح نحطوها بقى على الملوخية الجامدة ديت عشان تاكلوا احلى طاجن ملوخية معانا اهوت. وقاعدين نزلنا بالطشة اهوت بسم الله ما شاء الله. مش عايزة اقول لكم بقى ريحة الملوخية طالعة عاملة ازاي، والطشة بقى بصوا خطيرة جدا اهوت.
وبكده الملوخية بتاعتنا ايه، عملنا بقى الطشة اهو. بقى نروح بقى نجيبه الطاجن اللي هنقدمه فيه، او السلطانية اللي هتقدمي فيها، او الطبق بتاع التقديم. بس انا هقدمها بقى في الطاجن اللي انتوا شايفينه ده، في البرام الجامد دوت. اه عندي برامات بقى كده، هحط فيها الملوخية اهو. شوفوا طواجن برام اللي انتوا عايزينه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوفوا الملوخية نازلة عاملة ازاي. ملوخيتي خطيرة جدا جدا جدا، جربوا الوصفة مش هتندموا. وهي زي ما انتوا شايفين، وما ده ما يمنعش بقى اللي انا بقى برضو هعمل لها شويه يعني ايه من الطشه كده، انزل عليها كده على الوش كده، يعني ايه بقى، عشان تاكلوا الطعم المصري الاصيل بتاع الملوخيه. وبكده الملوخيه بتاعتنا بقت جاهزه بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده خطيره جدا. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك كبير لو انتم مستمرين معايا لحد اخر الفيديو، وتشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد عن وصفاتي. وكل حاجة محتاجينها عن الملوخية هتلاقوها معاكم في القناة. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.